يلا نعمل شعرية باللبن في 5 دقايق. حطي الزيت ومعلقة سمنة صغيرة بلدي أو أي سمن متوفر عندك. انزلي بالشعرية حمريها لما تاخد اللون الذهبي غامق شوية، وبعد كده انزلي عليها بالمية، سويها 3/4 سوا. تمام. اغلي اللبن، خدي منه كوباية، حطي معلقتين كريم شانتيه، حطي معلقة واحدة نشا. طبعا هتحلي اللبن بتاعك. خلاص كده هنغلي اللبن والشعرية 3/4 سوا. انا حسيت ان هي كتير على اللبن، هناخد من الشعرية ونحطها على اللبن كده، ناخد الكمية اللي احنا محتاجينها. تمام كده، قلبي بقى كويس هتغلي معاكي. هناخد الكمية زي ما قلت لك اللي احنا محتاجينها. قلبي كويس لما تغلي معاكي، وانزلي بقى بالخليط اللي هو النشا والكريم شانتيه. طبعا احنا حلينا اللبن من الاول، وهنظبط السكر بتاعنا زي ما تحبي. هيبقى معاكي حلوة حلوة جميلة وتحلية كده جميلة. وده بقى جوع اخر الليل، احنا عملنا كده اخر الليل يا جماعة. اتفضلوا معانا بألف هنا وشفا. اللي اكل بألف هنا وشفا على قلوبكم لما تعملوا الوصفة الجميلة دي. الله الله الله، ما شاء الله، حاجة جميلة وحاجة سهلة ومش مكلفة، وولادك هيفرحوا بيها. زينيها بقى بالفول السوداني المتوفر عندك، عين الجمل، فستق، اي حاجة. انا كان متوفر عندي الزبيب بتاع رمضان. يلا قوموا اعملوا الوصفة بقى جميلة جدا. حطوها في التلاجة تسقع شوية، وبالهنا والشفا.